في موسم 94 95 وبالتحديد يوم 23 اكتوبر 94 كان ماتش مهم جدا في استاد القاهره. الاهلي هيستضيف المصري البورسعيدي اللي كان متصدر الدوري لحد اللحظه دي. مباراه جميله من ايام زمان وكره مصر في التسعينيات في استاد القاهره في عز الظهر، لكن الجو كان حلو جدا. واليوم ده الاهلي مع مدربه في السنه دي ألان هاريس كان مزاجه رايق جدا. 3-0 باهداف حسام حسن، وليد صلاح الدين، والمدافع جمال السيد. معلق المباراه في الوقت ده كان الكابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي اليوم ده كان مزاجه رايق كالعاده. حارس مرمى المصري البورسعيدي في الماتش ده كان واحد اسمه عوض رزق. رغم انه صد كذا كره صعبه، لكن عوض رزق تسبب في هدفين باخطاء مباشره. كابتن مدحت شلبي معلق اللي دمه خفيف جدا، عمال يديها نكش وهزار وافيهات. وعاليه وعوض مهزوز قوي الحقيقه، عوض وبدماغه مره ثانيه. ان عوض الحقيقه رزق النهارده مش في حالته وزمايله بيكلموه. وادي عوض عمل كرة كده في الهواء ملهاش اي لازمه وسقطت لعمرو الحديدي بدماغه، بس داس شويتين على عوض رزق وعليه العوض في الجونين اللي فاتوا. معلش يا عوض، وعلى طول عوض وسابها تاني عوض، وهي جوه جول. مش معقول يا عوض، مش معقول يا عوض رزق. من خطأ فادح لعوض رزق. ياه مش معقول. شوفوا حضراتكم، مش ممكن. لا لا يا عوض مالكش حق. ماشي رضا وهيسقط وتسقيطه وعوض يسيبها. معقوله الكلام ده يا عوض؟ لا لا يا عوض، لا لا. على فكره هم بعتوا يمكن الاستاذ سيد متولي او بصوا عوض. لا يا عوض لا مالكش حق. بعت راح سافر سيد متولي فعلا وجاب 2 لعيبه منهم حارس مرمى حقيقه يعني. وهو برضه هقول عوض مسكين اعصابه اتهزت الشوط الاولاني. كابتن مدحت خلص الماتش وافتكر ان الموضوع اتنسى، وبعدها ب4 سنين كان ماتش مهم جدا. الاهلي رايح يلاعب المصري البورسعيدي في بورسعيد في قبل نهائي كاس مصر 98. المصري الوقت ده كان معاه مدرب الماني اسمه مايكل كروجر. كابتن مدحت شلبي كان مكلف باذاعه الماتش ده، لكن فوجئ وهو داخل الملعب ان جمهور مصر ما نسيش ابدا اللي هو عمله في عوض رزق. عرفوا ان انا المعلق، لسه ما دخلش الملعب، لسه ما شافونيش. سمعت سيره ماما في المدرجات. قلت دي ليله مش هتعدي، يبقى هم ما نسيوش من 3 سنين. وبدا يحصل هجوم جامد جدا على كابتن مدحت من كل الجمهور وحوالين كابينه التعليق. كابتن مدحت شلبي استنجد بالالماني مايكل كروجر المدرب المصري، لانه كان يعرفه من قبل كده انه كان بيدرب المقاولين العرب وكسب معاهم كاس الكؤوس. اتلعب الماتش، وصلت المباراه لركلات الترجيح. فاز المصري البورسعيدي بقياده الحارس حسن نصر، واضاع كل لعيبه الاهلي كل ضربات الجزاء. لكن فضل الجمهور المصري ما بينساش ابدا كابتن مدحت شلبي، وهو دايس في الهزار حبتين على عوض رزق. كابتن مدحت بيحكي ساعتها ان هو اتحامى في المدرب واتحامى في الامن عشان يخرج من الماتش ده. قمت جاي مستر كروجر، فتحت اي موال واي قصه، قمت مانججه، قال يعني صاحبه المدير الفني بتاع المصري، ودخلت بيه الملعب. جبت بقى الظابط وانا نازل وانا داخل، قلت له يا فلان انا النهارده احتمال يحصل لي حاجه، فأنا بحملك المسؤولية وهقول ده في التعليق بتاعي. أجمل ما في كرة القدم هي الجماهير بشكل عام، شريطة أن تكون وأن يكون هذا الحماس في الإطار الحلو المحبب لنا جميعا. شجع فرقتك ولا تنهر الفريق الخصم، ونحترم الجميع. هي دي شيمة الجماهير الحلوة اللي بيتحلى إن شاء الله بهذه الصفات جماهير بورسعيد الوفية الكبيرة. فقمت النادي امين شرطه كان واقف، قلت له كده، قمت كاتب له ورقه، قلت له انا هموت النهارده. قمت مديها له، فراح بلغ اللواء. مش ممكن ما يكونش حصل حاجه، جايز ما كانش هيحصل، بس انا توسمت ان هيحصل لي حاجه. جابوا اقسم بالله جابوا 120 عسكري، حوطوا المنطقه اللي انا فيها. خرجت منها طبعا فضلت قاعد بتاع ساعه بعد المباراه، قلت خلاص الناس نسيت. ركبت العربيه فلقيت واحد جاي جاري بيقول لي يا كابتن ده مستنيينك على كل المخارج، والله العظيم. الناس وقتها ما كانتش تعرف ان كابتن مدحت شلبي هي دي طريقته، وهو بيحب الهزار والضحك والافيهات في كل وقت. يعني هو ما كانش بيعمل كده مع عوض رزق لوحده، هو كان بيعمل كده مع كل الناس تقريبا. الناس طول عمرها كانت متعوده على التعليق بالشكل التقليدي، بالشكل المحافظ والمتحفظ اللي طول عمر مصر فيه. لكن بعد كده الهزار والافيهات بتوع كابتن مدحت شلبي اللي بقى جزء من شخصيته بقى بعد كده تريد مارك في التعليق. بس قبل ما نكمل قصه كابتن مدحت شلبي مع التعليق، تعالوا بينا نعرف اصلا مين هو مدحت شلبي. ما بلاش نتكلم في الماضي ده كان كل جراح. مدحت شلبي كان من اسره عاديه جدا، اسره متوسطه عايشه على معاش الاب.
اخوه دخل كليه الطب ولسه هيقعد 7 سنين على ما يتخرج ويصرف على العيله، وهنا كابتن مدحت شلبي قرر يخش الكليه الحربيه عشان يطلع ويتخرج بسرعه ويشتغل ويقدر يصرف على البيت، لكن دخل في اختبارات قفزه الثقه وفشل فيها، وبالتالي فشل في الكليه الحربيه، لكن برضه كان مصر وراح قدم ورقه في كليه الشرطه. دخل الاختبارات ونجح وبقى طالب من اوائل الطلاب في كليه الشرطه، لكن بعد التخرج افشل ضابط ممكن تشوفه. على فكره ده مش رايي، هو كابتن مدحت شلبي قال على نفسه كده فعلا. افشل طبعا ضابط ممكن تقابليه في حياتك يعني. ليه؟ لان انا كنت في عنصر مهم في فريق الشرطه، فكنت الصبحيه رايح بالشنطه في كتفي بتاعه الكوره ورايح على البتاع ولابس ضابط وكل حاجه زي الفل. اول ما اخش يا دوبك اقعد ساعه زمن وطب يا فندم اي اوامر؟ لا يا اخويا اتفضل. هو وصف نفسه بكده لما اشتغل ضابط في واحد من الاقسام، لكن ما شافش نفسه خالص في الشغلانه دي، لكن كان قادر يكمل فيها لسبب واحد بس، لانه كان تركيزه كله في الكوره. كان بيلعب في فريق الشرطه وكان واحد من العناصر الاساسيه المهمه جدا. وبعد ما خلص مع فريق الشرطه انتقل لنادي الشمس، لعب شويه في نادي الشمس واتجه للتدريب. وبالمناسبه يعني من ضمن اللعيبه اللي دربهم في الشمس كان كابتن ايهاب جلال الله يرحمه. كنت بدرب نادي الشمس مدير فني. طبعا. بس كنا لسه القسم الثالث هنطلع قسم تاني. انا كنت واخدهم قسم ثالث نطلع قسم تاني عشان ننافس بقى على الممتاز. كان من ضمن اللعيبه اللي انا بدربها كان ايهاب جلال. طبعا. مدرب بقى طبعا طبعا. مصر المقاصه حاليا، كان من ضمن اللعيبه اللي انا بدربها. لكن زي ما شخصيه كابتن مدحت شلبي اللي بتحب الهزار والافيهات ما كانتش لايقه عليها خالص انه يبقى ضابط شرطه، كمان ما لاقش عليه خالص انه يبقى مدرب. مسيره تدريبيه قصيره مع الشمس واسكو واسمنت السويس، رغم انه اخذ فرق من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه، الا انه ما قدرش يحقق الصعود خالص للدوري الممتاز. لكن مدحت شلبي في يوم بيفتح الجورنال بيلاقي ان في اعلان على تقديم واختبارات في مبنى الاذاعه والتلفزيون ان انت تبقى معلق. راح مدى الاستماره وراح على مبنى الاذاعه والتلفزيون عشان يحاول يحقق حلمه بعد ما لقاش نفسه كظابط وكمدرب، لكن حلمه المره دي برضه كان هيتعطل. كابتن مدحت شلبي بيحكي انه قعد 50 دقيقه في الاسانسير بتاع مبنى الاذاعه والتلفزيون عطلان، وكان حلمه هينتهي تماما. وبعدين تحت حصل الاسانسير ومن الاسانسير اتعطل وبتاع، مشيت وقلت مش داخل مبنى تاني، ورجعت مع متسابقين 1500 واحد. دخلت امتحنت ونجحت، ولا ظابط ولا غيره. لكن في النهايه دخل الاختبارات ونجح، وهيحول كاريره من ضابط شرطه ومدرب مش ناجح لكارير الاعلام اللي بيحاول يلاقي فيه نفسه. طبعا كلنا دلوقتي بنتفرج على الفقره الشهيره بتاع الكابتن مدحت شلبي. برافو عليك. برافو عليك. الناس كلها بتسال يعني ايه فقره رياضيه بتجيب مدربين ولاعيبه سابقين وتقعد تسالهم اسئله عامه جدا، والحقيقه ان ده اثار فضولي. قعدت ادور على القصه بتاعت برافو عليك، كنت عايز اعرف هي عباره عن ايه. والحقيقه ان قبل ما يبقى فيه ترند برافو عليك بتاع كابتن مدحت شلبي، البدايه بتاعته كانت بدايته في الاعلام. عمل برنامج، والبرنامج ده قبل ما يبقى فيه صباح وتحدي وكازينو الالعاب كان كابتن مدحت شلبي عامل حاجه في التلفزيون المصري، برنامج جميل جدا اسمه سباق قمه. كان بيستضيف فيه ممثلين ومطربين وكتاب ولاعيبه كوره ويجيبهم يقعد يعمل ما بينهم اسئله عامه. وكان ساعتها برضو الكلام ده من حوالي 30 سنه، اللي كان بيجاوب صح كان بيقول له برافو عليك. سمير ميس. سمير ميس، برافو عليك، اجابه صحيحه. ولذلك الناس كانت بتسال القصه دي جت منين؟ القصه دي جت من بدايات كابتن مدحت شلبي خالص. وانا شايف ايهاب توفيق مع فقره التحدي، والتحدي النهارده بين 2 من المطربين، 2 مطربين بقى هنشوف النهارده مين اعلى في التوناليتي بتاعته. ودخله حلوه مره ثانيه في زميلتها، ودخله حلوه من ايهاب في منى ابو السعود. وطبعا اللعبه دي عايزه تمرين مفيش كلام. وماشي طارق وايهاب مره ثانيه جميله، ومنى اول خطه صحيحه بتعملها النهارده. وبنلعب في الثواني الاخيره من اللقاء. اعزائي المشاهدين، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه الحلقه. لنا لقاء متجدد غدا باذن الله. شكرا والى اللقاء. وغير البرنامج ده كان عامل برنامج مسابقات تاني اسمه ضحك ولعب وجد. أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بكم معنا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم ضحك ولعب وجد. بيسعدنا النهارده إن احنا يكون معانا نجم كبير من نجوم كرة القدم في مصر، الكابتن حسام حسن. بحبكم والله. وكابتن مدحت شلبي كمان ليه سبق، لأن هو أول واحد في تاريخ الإعلام المصري يعمل حاجة اسمها بودكاست من أكتر من 25 سنة.
أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بكم معنا وقصر النجوم. قدم برنامج اسمه قصر النجوم، كان بيجيب فيه نجوم كتيرة جدا يقعد يحاورهم، فريد شوقي ونور الشريف والكاتب محمود السعدني ويحيى الفخراني وعبد الرحمن الأبنودي ويوسف شاهين، يجيبهم في قصر النجوم يقعدوا يحكوا وكأنه بودكاست في عصر ما قبل البودكاست. واللي انت عايز تقوله لازم تقوله للإنسانية كلها، احنا مرتبطين بالإنسانية كلها، يعني ما بقيتش بس أقاليم صغيرة قاعدة بتخاطب بعضيها. ومن الإعلام الرياضي الترفيهي بقى للكورة، الحاجة اللي عرفنا بيها كابتن مدحت شلبي. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم من استاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر، ويشرفني ان انقل لحضراتكم هذه المباراه الهامه جدا لكلا الفريقين. كابتن مدحت شلبي كان عنده مبدأ جميل جدا في إذاعة الماتشات في التلفزيون، الماتش نص صورة ونص صوت. طب لو النص الصورة ممل والماتش سيء، نخلي نص الصوت مسلي والناس تتبسط. 50% على أرض الملعب و50% صوت، لأن ممكن قوي الأداء يبقى عالي بس الصوت مش مواكب الأداء فيقلله. الله ينور عليك. لكن المشكلة إن لو الأداء مش قد كده مهما عمل الصوت مش هيقدر يعليه. صح. أهم ما يميز كابتن مدحت شلبي في التعليق مش غزارة المعلومات ولا حاجة من الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. كابتن مدحت شلبي كانوا أهم ما يميزه الونس، دي حقيقة. كابتن مدحت شلبي تحس هو بيعلق ان هو بيتونس بالناس والناس بتتونس بيه، لدرجه ان هو في احيانا كان بياخد راحته بزياده عن اللزوم قوي وبتطلع منه تجاوزات كان بيتوقف عليها. مين ينسى تعليقاته الشهيره اللي كانت بتثير الجدل؟ عبد الله السعيد ومن جاور السعيد يسعد، شوف لي شقه جنبك يا سعيد، شوف لي شقه جنبك يا عبد الله. في شقق كتير. في كام شقه في الدور بتاعك؟ لو عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو، ياني منك، ده انت كلك حلويات يا صلاح. ولما يزعل الحكم ويقول له احسب لنا بقى حاجه، احسب لنا بقى حاجه يا عم عبد الشافي، خش عرضيه ايه؟ ادينا بقى يا اخي، ادينا بقى يا اخي، ادينا بقى يا اخي. عايز ايه مننا يا عم؟ عايز ايه يا عمنا؟ عايز ايه يا كريستيانو؟ اوف سايد يا حبيبي. جرى ايه يا نداله؟ ما بلاش نداله. ليه يا نداله؟ ما بلاش نداله، ايه ده؟ الحطه والبطه واللفه والنطه والقطه والبطه، يا عيني عليك يا جميل. خلاص بقى يا مخرج، هو احنا في عزا؟ لا يعني احنا في عزا هناخد كل السلامات يا مخرج. لفها له لفه جاتوه يا جماعه يا بتوع البلاتو. الله الله الله، يخرب عقلك يا راجل. ايه ده؟ ايه اللفه دي؟ دي لفه جاتوه، دي لفه جاتوه، لفه جاتوه يا جماعه يا بتوع البلاتو. مدحت شلبي وهو قاعد بيذيع الماتش بيحسسك انك قاعد مع عمك او خالك على القهوه وواحد قاعد بيحكي لك اللي بيحصل، قاعد بيعلق على الماتش متفاعل مع احداثه وبيحكي لك حدوته الماتش، يعني لدرجه ان انت لو ما بتتفرجش على الشاشه ممكن تبقى قاعد بتسمعه بس. وهنا نيجي لاهم يوم في تاريخ المعلق الرياضي الكروي مدحت شلبي، 16 مايو 2002. بس قبل ما احكي لكم ايه اللي حصل ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. تاني حاجه ما تنساش ان احنا فعلنا خاصيه ثانكس اللي من خلالها هتقدر تدعم القناه عشان تقدر تكمل بنفس المحتوى بنفس الجوده. واخر حاجه سايب لكم كل الروابط في الديسكريبشن، وفيهم كمان جروب فيسبوك مقفول عشان نقدر نخش نتواصل فيه مع بعض ونسمع الاراء. بيبو وبشير، بيبو والجون تعتبر هي الجمله الاشهر في تاريخ مدحت شلبي. بس تعرفوا ان الجمله دي مدحت شلبي اصلا ما كانش هيقولها. مدحت شلبي ما كانش هيذيع الماتش ده اصلا، لان الشخص اللي بيبلغه ان هو مكلف ان هو يذيع الماتش ما بلغوش. ومدحت شلبي يومها بالصدفه رايح مبنى الاذاعه والتلفزيون بيخلص شويه ورق، وهنا قابلته المخرجه وفاء فاضل. شافتني قالت لي ايه اللي جابك هنا؟ قالت له ايه يا كابتن مدحت انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ حضرتك مكلف باذاعه المباراه، انت المفروض تبقى في استاد القاهره دلوقتي. قال لها انا ما حدش كلفني. قالت له اتصرف. بعد ما استوعبت الكلام ان انا المعلق نزل مدحت شلبي من مبنى الاذاعه والتلفزيون، تاكس الحقني انا عايز اطلع على استاد القاهره. نزلت تحت، نطيت في تاكس، رحت على الاستاد من بره، اخدت سبرنت من البوابه الخارجيه لغايه جوه، طلعت السلالم، طلع على استاد القاهره ووسط الزحمه الرهيبه دخل كابينه التعليق. وطبعا كلكم بتسالوني دلوقتي ايه اللي حصل. هقول لك لو انت اتفرجت على الماتش ده لايف هتفتكر كابتن مدحت شلبي اتاخر على الماتش 4 دقائق كامله. ولو تفتكر ان اول جمله قالها كابتن مدحت شلبي سيداتي انسات سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 4 من بدايه اللقاء للمتالق رضا شحاته في اول ظهور له. على فكره هو الارسال ما كانش اتاخر ولا حاجه، هو كابتن مدحت شلبي كان وصل متاخر ودخل ورضا شحاته بيحط الجون
وبالتالي لو تفتكر ان اول 4 دقايق ما اتذاعوش من الماتش. كابتن مدحت شلبي كمل الماتش ده، انتهى الشوط الاولاني 3-1، وهنا كانت اللحظه اللي غيرت كتير من نظره الناس لكابتن مدحت شلبي. الشوط الثاني خالد بيبو بيستلم الكوره على منطقه الجزاء وبيخش على بشير التبعي، وهنا كابتن مدحت شلبي 1-1 بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو والجون، بيبو وبشير، بيبو والجون، بيبو وبشير، بيبو والجون 4-1. بيبو وبشير، بيبو والجون 4-1. وهنا الناس كلها بدأت تاخد الكلمة دي مع انها طلعت عفوية جدا، لكن اتحولت لرنة موبايل، اتحولت لكلمات اغنية، اتحولت لريميكس اغاني، وكمان فيلم ما بين آسر ياسين ومنى شلبي. رغم ان الماتش ده خلص 6-1 وخالد بيبو سجل 4 تجوان، الا ان مدحت شلبي من اليوم ده حياته اتغيرت تماما. من ماتش ما كانش هيعلقه اصلا لواحد من اشهر تعليقات الكوره في تاريخ الكوره المصريه. ويمكن من الماتش ده مدرسه مدحت شلبي في التعليق بدات تبان للناس اكتر، وهو بيحكي ان نظره الناس اختلفت ليه، لدرجه ان هو بعدها كان نازل المكتبه يشتري لبنته حاجات من هناك، شاف هناك شباب وبنات واقفين بره عمالين يقولوا مش هو ده الراجل بتاع بيبو وبشير. فانا لقطت كلمه بيبو وبشير، حد بيقول للتاني مش ده اللي كان بيقول النهارده بيبو وبشير؟ ساعتها فهم ان هو بقى حياته اختلفت تماما. ففهمت ساعتها ان هي علقت الكلمه. لما بقى اتحركت يمين بقى وشمال بعد كده وبتاع مش عارف ايه، حسيت ان فات عملت بقى افلام واتعملت مش عارف ايه واسماء محلات. التلفزيون المصري من وقتها بدا يبص لمدحت شلبي بصه تانية خالص، وبقى ماتش الاهلي والزمالك من غير مدحت شلبي ملوش طعم. ما بين بعد وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار. طبعا دي كلمات عظيمه للراحله ام كلثوم، لكن مدحت شلبي كان متاثر جدا 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 بالفن وبالاغاني. مدحت شلبي اخذ الكوبليه ده وعمله بطريقه مدحت شلبي. ما بين قربك وخوفي عليك يا معروف من فضلك اقفل رجليك. ومش كنا على الحلوه والمره متعاهدين، مش كنا على الحلوه والمره متعاهدين، ليه تنسى بالمره عشره بقالها سنين. قصه الاغاني في تعليق مدحت شلبي دي ليها حدوته برضه، هي ما جاتش بالصدفه. مدحت شلبي كان ساكن في شارع تقدر تقول عليه شارع فني بحت. كانوا في شارع، كان شارع الفن. في البيت اللي ساكن فيه بعده ب4 فيلل كان الملحن العظيم رياض السنباطي. على الناصيه كان كريم محمود ماسك ناصيه، وعلى يمينه كانت ساكنه الفنانه يسرا. يا حاسدي للناس مالكم ومال الناس. مدحت شلبي كمان في وقت من الاوقات اتجوز الفنانه سحر نوح، وبيقول ان بيته كان كله آلات موسيقيه. سنه 98 كابتن مدحت شلبي كان متعاقد مع التلفزيون اللبناني انه هيعلق على ماتشات كاس العالم، وكمان في استوديو تحليلي هيحللوا فيه الماتشات. وهو رايح في الطياره في يوم قابل الفنانه الكبيره جدا صباح، قالت له جرأة يا كابتن مدحت، انت دايما في تعليقاتك بتستخدم اغاني وكوبليهات للفنانه ماجدة الرومي، اشمعنى انا؟ فقلت لها ايوه يا صباح. قالت لي هو انت ما عندكش الا ماجدة الرومي؟ قالت لي ولا اغنيه ولا كوبليه ليا. كابتن مدحت شلبي بخفه دمه فكر يعمل ايه؟ نزل لبنان، راح جاب كتب فيها كلمات الاغاني بتاعت الفنانه صباح كلها. بعمل ايه بقى؟ بروح اشتري الكتاب بتاع الاغاني. واخد بالك؟ اشتريت كتاب الاغاني قسم صباح. قمت فاتح وقريت، لقيت جملتين 3 حلوين قوي لابسين. فقلت هستنى وهرقد، لو جت الواقعه هقوم مديها. وفعلا قالها في تعليقات الماتشات، لدرجه ان الفنانه صباح كلمته في الفندق اللي قاعد فيه في لبنان وشكرته. فوجئت وانا في الاوضه بتاعتي ان التليفون بيرن، وبعدين قالوا لي مدام صباح معاك. وكانت 98 وقتها، كانت شارمنج جدا يعني. وشكرتني. كل دي حاجات تفهمك شخصيه مدحت شلبي وهو بيعلق الماتشات كانت عامله ازاي. يمكن كان عمره ما كان في بلاغه العظيم ميمي الشربين، لكن كان في مدرسه خاصه اسمها مدرسه مدحت شلبي. معلق اول ما يمسك المايك لمدة 90 دقيقة بيتخلص من أي حاجة فيها تكلفة، بيتخلص من كل ضغوط الحياة وبيخش يقول كل اللي هو عايز يقوله. ومدحت شلبي الوحيد اللي بيقول حاجات محدش بيتقبلها غير من مدحت شلبي. مفيش معلق هيقول شيكابالا سبايسي وحد هيقبلها. سبايسي يا شيكابالا، يا حراق، يا مشطشط، يا شيكا، يا مزيكا. وسيب لقمة لغيرك يا ابني، سيب لقمة لغيرك يا ابني. وأجاي منك أجاي، أجاي منك أجاي، يخرب عقلك يا مدحت يا شلبي. ويا ليلة زرقاء، يا ليلة يا ليلة يا ليلة زرقاء، يا ليلة رد على المستبد وانت يا اهلي مستبد. ومعلول كملوها انتوا. يا عيني عليك يا معلول، يلا حطيت الزغلول منك يا لول.
يعني الجمله اللي انا قلتها دي العزبي غنى لها، فانا ما اعرفش اخرج ابدا بالفاظ ابدا، فاذا طلعت حاجه عفويه انا ما اقصدهاش بس الناس بياخدوها في السكه الثانيه. محدش هيقبل الحاجات دي الا لو كان من شخصيه مدحت شلبي. مفيش قناه رياضيه هيبقى فيها مساء الانوار واستوديو مصر واستاد افريقيا وكل البرامج دي بيقدمهم واحد بس، وكل برنامج منهم بيقدمه بشكل مختلف وينجح فيهم كلهم الا مدحت شلبي. يا نهار الله الله الله، مدحت شلبي يحييكم. كنت فين يا راجل؟ يا مساء الانوار. والجميل انه بيقدم كل البرامج دي بمختلف البرامج وبمختلف التنوع بتاعها، وعمرك ما تحس بالملل. والله وحشتوني جدا جدا جدا، يا نهار ابيض. اخيرا رجعنا لبعض تاني، لكن المره دي يا رب بشكل جديد. لان زي ما قلنا مدحت شلبي كان بيحسس الناس بالونس. في حصاد الاسبوع ايام مودرن كانت الناس بتاخد البطانيه وتشدها وتعمل السحلب او تعمل الحمص وتقعد وتشد البطانيه وتقعد لحد الفجر. حلقه جديده وحصاد الاسبوع. كانك بالظبط سهران على القهوه بس قاعد في السرير، وتقعد الناس تسمع النكت والهزار والغنى بتوع كابتن مدحت شلبي وضيوفه. يعني بدايه اكيد ما ينفعش نلتقي النهارده من غير ما نبدا حوارنا يعني موضوع التيلر المسيء، مش الفيلم المسيء، ما هو طلع تيلر مدته 14 دقيقة. ايه تيلر دي؟ تيلر يعني زي مقتطفات. لا ده التاني تيلر. تيلر اللي هو مدحت شلبي كان سابق عصره كمعلق. هو الحقيقة ان هو اول واحد فهم انه يتعامل مع الكورة ان هو منتج ترفيهي تام. بتعمل حاجات متعبة للصحة. يا مسخرة يا مسخرة. يلا يا محمد. ما يستاهلش ابدا كميه الصراعات والخناقات اللي بتحصل. شارك معانا في مسابقه كاس الامم الافريقيه 2002. كل ما تتصل اكتر فرصتك في الفوز اكتر واكتر واكتر واكتر. قبل ما يكون في تحديات يوتيوب مدحت شلبي عمل تحديات، وقبل ما يكون في بودكاست مدحت شلبي عمل بودكاست، وقبل ما الناس تنادي ان خلي بالكم يا جماعه اهدوا ده الكوره دي مجرد لعبه ترفيهيه، كان مدحت شلبي اصلا بيعمل كده زمان في ضيوفه في استاد مودرن وخفه الدم والهزار والضحك. وهو تغيير نمطي. قصب بقصب، ما فيش مشكله. صحيح. شال سردباك وحط مكانه سردباك. قصب بقصب جديده قوي. يعني على ذكر قصب بقصب، هذا التغيير لم يزعزع خالص. ما زعزعش. يعني انا حابب اقول لحضراتكم انه طبعا في الفاصل الكباتن دول ما لهمش حل. الحقني يا طارق. انا بخلي كل المعلقين اللي معانا والمحللين في الاوقات اللي كده اغني ويغنوا معايا بقى كلهم. بالبريك. كله بيغني دلوقتي. حاسد قلب ايه ملكك معرفش ليه الناس شربهم سوا ملكك. قول معرفش ليه الناس. يا عم خلاص كده حلو قوي. يلا. الكرة في الاخر لعبة نكش وافيهات، هي لعبة شعبية، لعبة اصلا بتاعت الناس. الناس في مصر هيعيشوا ويموتوا ولاد نكتة، وفي اي قعدة المصريين بيحبوا الرغي والكلام ويقعدوا يسهروا بالساعات يتكلموا ويرغوا. مدحت شلبي كان اقرب معلق للناس، اقرب معلق للناس في طباعهم، اكتر معلق شبه المصريين. المصريين سمعوه وحبوه وشافوه وحسوا كل كلمة بيقولها. واللي ما كانوش فاهمين مدحت شلبي لما كان قاعد يهرج على عوض رزق في ماتش الاهلي والمصري، دلوقتي فهموه وعرفوه. فهموا كويس قوي ان مدحت شلبي سواء مع عوض رزق او مع غيره هو مدحت شلبي المعلق المصري اللي شبه المصريين، اللي بيحب الهزار والنكش والضحك والافيهات. مدحت شلبي لو حبيت الخص مدرسه التعليق بتاعه هقول كابتن مدحت شلبي هو المعلق اللي حسس المصريين بالونس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي. محمد صلاح وهوبا. الله 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 يا بلاد الله. الله يا بلاد الله. الله يا بلاد الله. انا عايزه اتونس بيك. يا ريت 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 يا ريت، عمري ما حبيت. الله الله الله.